اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النور المبين وعلى آله وصحبه في كل وقت وحين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين ووفقنا توفيق الصالحين وعد علينا بعوائدك الحسنى يا كريم. في هذه المحاضرة التي نتحدث فيها عن التأويل والتفويض، أحب أن أقدم بمقدمة عامة. لا يوجد لغة من اللغات إلا وفي هذه اللغة حقيقة ومجاز، ومن اعتقد وجود لغة لا مجاز فيها فهذا رجل أو إنسان ما عنده تذوق لغوي. حتى نفهم هذا نقف مع الأسطر الأولى من كتاب الله سبحانه وتعالى. قال المولى سبحانه وتعالى في سورة البقرة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم. ما معنى ألف لام ميم؟ المحققون من المفسرين قالوا ألف لام ميم الله أعلم بمراد ذلك، الله أعلم بمراد ذلك. من الأسطر الأولى في كتاب الله نقف عاجزين عن فهم بعض المعاني في هذا الكتاب المقدس. ألف لام ميم. الكلمة الثانية ذلك. ذلك الأصل في اسم الإشارة أنه يكون إشارة لمحسوس، ذلك، وهنا لا محسوس، فلذلك وجب القول بالمجاز في هذه الكلمة. ما زلنا في الأسطر الأولى من كتاب الله. ذلك اللام في اللغة العربية للبعد. طيب النبي صلى الله عليه وسلم الآن يتلو القرآن وهو قريب من لسانه، فكيف يقول ذلك واللام للبعد؟ فهذا مجاز آخر في كتاب الله سبحانه وتعالى. ذلك الكتاب لا ريب فيه، لا شك ولا ريب فيه، هدى للمتقين. هدى مصدر، هدى يهدي هدى، وهنا يجب تأويل المصدر. كيف يكون الكتاب هدى؟ فقال العلماء هدى هنا بمعنى اسم الفاعل أي هاديا، فهذا أيضا مجاز وتأويل. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. طيب إذا كان المتقي متقي فكيف يهديه؟ متقي، فما هي الفائدة هنا من الهداية للمتقين؟ قال العلماء المتقون في هذه الآية أيضا مجاز، أي الصائرين إلى التقوى، الصائرين إلى التقوى. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يقيمون الصلاة. الإقامة شيء يكون معوجا فتقيمه، والصلاة معنى من المعاني، فإقامة الصلاة هنا أيضا مجاز. الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، الزكاة معنى من المعاني، وإنما الذي يؤتى هو موارد الزكاة، فهذا أيضا مجاز. الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بالغيب، والذين أولئك، نعم، أولئك على هدى من ربهم، أولئك على هدى، على. طيب الهدى معنى من المعاني، كيف يستعلى عليه؟ أولئك على هدى، على هدى. ولذلك قال العلماء أيضا هذه كلمة على هنا أيضا هي مجاز، والاستعلاء هنا بمعنى التمكن في الهداية. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. نحن يا أيها الإخوة ما زلنا مع الأسطر الأولى من كتاب ربنا سبحانه وتعالى، وانظروا إلى هذا الكم الكبير من المجازات. فلذلك الذي يقول لا يوجد مجاز في القرآن الكريم، وأن الألفاظ الموجودة في القرآن الكريم
كلها حقيقة فهذا إنسان مكابر أو أنه لا يعرف اللغة العربية. لا تعجبوا يا أيها الإخوة إن قلت لكم هؤلاء الثرثارون الذين يتحدثون عن منع التأويل أو عن منع التفويض، اجتمعت بكثير منهم، وأنا كنت مدرسا في دمشق. كان يأتي أحد الطلاب ويقول لي: عفوا أستاذ، هذه الآية لا يجوز فيها التأويل، لا يجوز فيها التفويض، معناها على حقيقتها. كنت أقول له: اقرأ لي الفاتحة قبل أن نتحدث فيها، اقرأ الفاتحة. فيبدأ بتلاوة الفاتحة وهو يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، تبدأ الأخطاء. طيب يا أخي، أنت إنسان، أنت لا تعرف قراءة كتاب الله سبحانه وتعالى، تريد أن تقرر مسائل العلماء تحيروا في تقريرها. أنت لا تحسن الوضوء ولا تعرف نواقض الصلوات ونواقض الوضوء وتريد أن تتحدث في ذات الله سبحانه وتعالى. كيف تجرؤ على هذا؟ ولكن هذا المسكين هكذا علم وهكذا لقن وهو يثرثر كالببغاء. لا يتكلم بكلام ولكنه لا يفهم ما يقول أبدا. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نحن عندما نتحدث يا أيها الإخوة عن مسألة التأويل وعن مسألة التفويض لا بد أن نتحدث عن مقدمة. هذه المقدمة: هل يجوز أن يقع في كتاب الله سبحانه وتعالى أشياء لا تفهم؟ لأن التأويل لماذا يكون؟ يكون لأمر يعارض أمرا عقليا. هذه مقدمة. مقدمة ثانية، هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، الآن سنتحدث عن هذه المقدمة بإسهاب. المقدمة الثانية: هل النص الشرعي قطعي الدلالة؟ النص الشرعي الذي بين أيدينا قرآن أو سنة متواترة أو سنة صحيحة، هل هذه النصوص الشرعية قطعية الدلالة أو أنها في حيز الظنون؟ نبدأ بالمقدمة الثانية قبل أن نتحدث عن المقدمة الأولى. نقول: اتفق العلماء أن النصوص لغة. النصوص لغة، واللغة حكمها حكم وضعي لا قطعي. وضعي بمعنى أنه لا قطعيات عقلية فيها. بمعنى أنا عندما أسمي هذا كأس، هذا اسمه في اللغة كأس، كوب. طيب، من هو الذي وضع له اسم الكأس؟ قال العلماء: هذا اللفظ كأس، كوب، اصطلح الناس عليه، قالوا هذا الشيء نسميه كأسا. طيب، لو سموا هذا الكأس عصفور، هل هناك مانع عقلي من هذا؟ لا يوجد مانع عقلي. لو سمينا هذا الكأس لو سميناه كرسي، هل هناك مانع عقلي من هذا؟ لا يوجد مانع عقلي من هذا. فإذا اللغة في نفسها لا تحتمل القطع، ليس فيها قطع. لماذا؟ لأنها تواضعية، أمر موضوع وليس أمر قطعي. يعني لا يوجد هناك كلمة قطعية هكذا لا بد أن تكون بهذا المعنى. لماذا؟ لأن أصلها التواضع. طيب، لعل البعض يقول: إذن كلام الله سبحانه وتعالى، قوله سبحانه وتعالى هدى للمتقين، قد يكون معناه ضلال للصالحين، لأن الكلمة ليس فيها قطعية. نقول: لا، بعد أن وضعت الكلمة للمعنى صارت هذه الكلمة لهذا المعنى فيها درجتان. الدرجة الأولى هي الحقيقة. فكل لفظة الأصل فيها هو الحقيقة، إلا أن يأتي إليها عارض، هذا العارض ينقلها من الحقيقة إلى المجاز. طيب، ما هو هذا العارض؟ قال: هذا العارض أمران: إما أن يكون لغويا وإما أن يكون عقليا.
إما أن يكون لغويا وإما أن يكون عقليا. كيف؟ أنا عندما أقول لكم جاء الملك وأعطاني الرسالة، جاء الملك وأعطاني الرسالة لكي أذهب إليه. جاء الملك وأعطاني الرسالة لكي أذهب إليه. طيب، أعطاني الرسالة لكي أذهب إليه، نقول في هذه الجملة ألفاظ دلت على أن الجائي ليس هو الملك وإنما هو رسول الملك. كيف عرفنا أن الجائي هنا ليس هو الملك؟ الألفاظ التي تكون موجودة في هذه الجملة. جاء الملك وأعطاني الرسالة لكي أذهب إليه. طيب، جئت أنت إليه، لماذا أذهب إليك؟ فقلنا هنا وجب حمل لفظ الملك على ماذا؟ على رسول الملك. طيب، هذا الذي جعلنا ننقل كلمة الملك من الحقيقة إلى المجاز ما هو؟ علة لغوية منطوقة. أحيانا قد تكون العلة عقلية. أنت عندما تقول لحبيبتك أنت عيني، ما يقول هذا أحدكم لحبيبته أنت عيني، أنت قلبي، عندما يقول لها أنت عيني. طيب، يعني هذه الفتاة التي أمامه زوجته هي عينه، هذه هي عينه؟ معقول هذا؟ أنت قلبي، يعني هذا يشق هذه القطعة اللحمية هي قلبه؟ فما معنى هذا الكلام؟ قال هنا يوجد دلالة عقلية أن كلمة عيني هنا ليست حقيقة وإنما هي مجاز. لماذا؟ أي أعطنا اللفظ الذي يدل على الحق أنها مجاز. نقول هنا لا يوجد لفظ. طيب، ما هو المانع من إرادة الحقيقة؟ قال هناك مانع عقلي، العقل يمنع منه. لا يمكن أن تكون أنت عيني بمعنى الحقيقة. مفهوم هذا إن شاء الله يا أيها الإخوة؟ طيب، الآن عندما نقرأ نصوص الشريعة، عندما نقرأ نصوص العلماء نظروا فيها فوجدوا أن هناك نصوص قطعية دلالتها دلالة قطعية لا تحتمل المجاز، فسموا هذه النصوص المحكمات. نص محكم لا يقبل التردد، ثابت. من أحكمت الشيء إذا أثبته في اللغة العربية. طيب، وهناك نصوص محتملة مترددة بين عدد من المعاني كالمجمل مثلا، كالمشترك في اللغة، كلمة القرب. أنتم تدرسون وتعلمون، درستم في أصول الفقه. طيب، هل هي الطهر أو الحيض؟ والله مسألة تطاحن فيها العلماء. الحنفية قالوا هذه هي بمعنى الطهر، والشافعية قالوا مثلا بمعنى الحيض. خلافات. طيب، لماذا؟ المولى سبحانه وتعالى يتربصن بأنفسهن 3 قرون. هؤلاء الذين يقولون كل شيء يجب أن يكون حقيقة. طيب، بينوا لنا الحقيقة بهذه الكلمة. ولذلك ذهب إمامنا الرازي رضي الله تعالى عنه أن النص الذي لا يدل دلالة قطعية على المعنى المراد فهذا النص نسميه نصا متشابها، نص متشابه. ولكن جرت عادة العلماء إطلاق المتشابه على ما يخص ذات المولى سبحانه وتعالى. هكذا جرت عادة العلماء. إذن فهمنا أولا المقدمة الأولى، معنى أن اللغة إذن تحتمل المجاز، واللغة قد يكون فيها حقيقة وقد يكون فيها معاني محتملة، ولا بد من ترجيح هذه المعاني. هذه المعاني كيف نرجح بعضها على بعض؟ نحن الآن بحاجة إلى قراءة كتب، قراءة علم كبير اسمه علم أصول الفقه. نقرأ هناك باب الترجيحات وكيف يرجح العلماء هذا المعنى على هذا المعنى إلى آخره. طيب، نعود الآن إلى المقدمة الأولى. هل يقع في كتاب الله سبحانه وتعالى أشياء غير مفهومة أصلا؟ أنت الآن كنت تحدثنا عن أشياء مفهومة، ولكن هذه الأشياء مفهومة قد تكون قطعية وقد تكون ظنية في الدلالة. طيب، هل يمكن أن يوجد في كتاب الله أشياء لا تفهم أصلا؟ لماذا سنتحدث عن هذا؟ المقدمة التي حدثتكم عنها قبل قليل تفيد التأويل، وهذه المقدمة تفيد التفويض.
التفويض أنني أمسك وأقول أنا لا أعلم. في المقدمة التي تحدثنا عنها يمكننا أن نرجح معنى على معنى آخر ونقول هذا تأويل. أما في هذه المقدمة نحن الآن نقول نمسك عن الكلام ولا نتكلم. طيب، هل يمكن أن يقع في كتاب الله أشياء لا تفهم؟ ذهب جمهور المتكلمين إلى أن هذا الأمر لا يقع. قالوا كيف يكون في كتاب الله سبحانه وتعالى أشياء غير مفهومة والمولى سبحانه وتعالى قال هدى للمتقين؟ كيف يكون هاديا للمتقين وهو غير مفهوم؟ وقالوا أيضا المولى سبحانه وتعالى أنزل القرآن وقال تبيانا، فيه تبيان وبيان للناس، كيف يكون بيان للناس وهو غير مفهوم؟ وذهب بعض العلماء من المتكلمين وجمهور الصوفية رضي الله تعالى عنهم إلى تجويز أن يقع في كتاب الله سبحانه وتعالى ما لا يفهم، واستدل كل فريق بدلائل. وذهب سادتنا الصوفية إلى إثبات هذا وقالوا للمتكلمين بينوا لنا معنى قاف صاد ألف لام را، ما معناها؟ المتكلمون يقولون والله هذا الله أعلم بمراد هذا. بعض المتكلمين يتكلف لكي يلتزم القاعدة التي وضعها ويقول هذا اسم للسورة، هذا اسم للسورة، لكن هذا قول بالتظنن لا بالقطع، ليس فيه قطع. أيضا بينوا لنا ما معنى يأجوج ومأجوج في سورة الكهف. قوم، طيب ما هم هؤلاء القوم؟ كيف تكون أشكالهم؟ كيف تكون حقائقهم؟ المتكلمون يقولون والله لا نعلم. طيب، المولى سبحانه وتعالى قال يوم يأتي تأويله، تأويل القرآن والإتيان بإجماع المفسرين يكون يوم القيامة. فإذا قلتم أنتم أن كل شيء يفهم فإذا لا معنى للإتيان لتأويل القرآن يوم القيامة. أيضا قوله سبحانه وتعالى وما يعلم تأويله إلا الله، ذهب ساداتنا الصوفية إلى أن الوقوف هنا لازم، وقال المتكلمون بل الواو التي بعده واو عطف، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، فجعلوا الراسخين في العلم ممن يعلم وجعلوا الواو للعطف. وأما ساداتنا الصوفية وبقية العلماء الذين يخالفون المتكلمين في هذه المسألة فقالوا الواو هنا للاستئناف، فقوله سبحانه وتعالى وما يعلم تأويله إلا الله هو مختص بالله سبحانه وتعالى. نعم، قد يطلع الله سبحانه وتعالى تأويل بعض الآيات لبعض خواص عباده من باب الإكرام والتفضل، أما الأصل فهو مختص علمه بالله سبحانه وتعالى. نطبق الآن هذا الكلام على هذه المحاضرة. نقول من ذهب من علمائنا إلى تأويل النص المشكل قال هذا النص المشكل الذي بين أيدينا معارض للقطعيات العقلية، ونحن كنا قد بينا بأن النص إذا عارض العقل ماذا نفعل؟ عندنا نص عارض العقل ماذا نفعل؟ قال أولا انتبهوا، أولا ننظر في هذا النص، هل هذا النص قطعي أو أنه ظني؟ هل هو متواتر أو أنه آحاد؟ فإذا كان النص نص آحاد نهمله ونتركه لأن الآحاد ضعيفة أمام القطعيات. طيب لعله يكون متواترا، نقول هذا المتواتر هل هو قطعي الدلالة أو ظني الدلالة؟ قال بل هو ظني الدلالة. نقول إذا كان النص ظني الدلالة فيجب حمله على ما يوافق القطعيات العقلية، نحمله على ما يوافق القطعيات العقلية. طيب وإذا كان قطعي الدلالة في التشبيه والتجسيم؟ قال الإمام الغزالي رضي الله تعالى عنه في كتاب قانون التأويل
هذه الصورة لا تكون، لأن النقلية الصحيحة المتواتر لا يعارض العقلية أبدا، فكل نقلي متواتر لا بد أن يوافق العقل. تطبيقا نطبق هذا الكلام، هذا كله كلام يعني مقدمات من أجل هذه التطبيقات. الآن عندنا نصوص في الشريعة كثيرة جدا تدل على التشبيه وعلى التجسيم. أولا لعل سائل يسأل يقول: لماذا المولى سبحانه وتعالى جاء بهذه النصوص التي تدل على التجسيم والتشبيه؟ طيب يا أخي، لماذا المولى سبحانه وتعالى لم يتكلم فقط في التنزيه ونحن نرتاح من هذه المشكلة حتى لا تأويل كذا نحن نرتاح؟ أولا المولى سبحانه وتعالى لم يخاطب العلماء فقط، وإنما خاطب الناس كافة، فلذلك إثبات موجود خارج إطار الزمان والمكان لأول وهلة هذا أمر صعب. ثم إن بعض الصفات قد لا يفهم ابتداء بالكلام الحقيقي، لا بد فيه من المجاز، لا بد فيه من أجل تمكين المعنى وتثبيت المعنى. يعني أضرب لكم مثال: لو أنت قلت لمن تحب أنا أحبك، أنا أحبك، هذا الكلام حقيقة. لكن لو قلت، أو مثلا لو قلت له أنت تريد أن تعبر عن جماله، إذا أردت أن تعبر عن جماله فقلت له أنت تشبه الشمس في نورك، جميل، طيب. لكنك إذا قلت له أنت شمس، أنت شمس، هل هو شمس على الحقيقة؟ ليس شمسا. ما معنى أنت شمس؟ أنت تشبه الشمس في النور. طيب لماذا لم تقل تلك الجملة الطويلة؟ قال: لأن قولك أنت شمس أقوى في التعبير من قولك أنت كالشمس في النور. هذا كلام طويل، هذا أقوى في التعبير، صحيح؟ فإذا المجاز لم يأتي عبثا، وإنما جاء لتثبيت المعنى في النفس. ليس قولي لمن أحب أنا أحبك كقولي أنت عيني، صحيح؟ قولي أنت عيني وأنت قلبي أقوى في إثبات المحبة. ولو قلت له أنت أنا، أنت أنا، هذا أقوى وأقوى في تثبيت المحبة. واضح إن شاء الله يا أيها الإخوة؟ فإذا عندما يأتي المجاز في كتاب الله سبحانه وتعالى لا يأتي عبثا، وإنما يأتي من أجل تقرير وتثبيت معنى. طيب، الآن عندما تأتينا هذه النصوص في كتاب المولى سبحانه وتعالى وهي كثيرة جدا، نقول ثبت بالعقل أن الله سبحانه وتعالى لا يشابهه شيء من خلقه، وأنه لا في زمان ولا في مكان، وهذه يقال لها القرينة العقلية، العقل يقرر ذلك. ثم جاء النقل وأثبت هذه الحقيقة بقوله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وبقوله سبحانه وتعالى قل هو الله أحد، مبالغة في الوحدانية، لا جزء لا تركيب لا تبعيض. الله الصمد لم يلد ولم يولد، وأيضا ولم يكن له كفوا قراءتان متواترتان، كفوا أحد، ليس له شبيه ولا نظير أبدا من أي وجه من الوجوه، ولا من أي وجه من الوجوه. الآن يأتينا قائل ويقول لنا يا أخي الله في السماء، والدليل على أنه في السماء آيات وأحاديث. يا أخي أنت ما قرأت قول الله سبحانه وتعالى أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض؟ ما قرأت ما رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل هذه الجارية الخرساء التي لا تتكلم، قال لها أين الله؟ فأشارت هكذا. فإذا هذه الإشارة أنه في السماء، والآية تدل على أنه في السماء، وهذه حقيقة واضحة يا أخي. نقول أولا ابتداء ماذا نقول في الإجابة عن هذا السؤال؟ نقول الدلائل العقلية أثبتت أن الله سبحانه وتعالى لا يكون لا في زمان ولا في مكان، وهي قطعية، فإذا هنا وجب التأويل. ولكن نحن الآن نتنزل، هؤلاء لا يفهمون بالعقليات، إذا كلمناهم بالعقليات لا يفهمون، فلذلك نحن نتنزل ونحدثهم على مستواهم.
انتبهوا إلي أيها الإخوة. قوله سبحانه وتعالى أأمنتم من في السماء، إذا قلنا معنى هذه الآية بأن الله في السماء فقد أول هؤلاء أكثر من تأويل في هذه الآية، هم الذين يعملون في التأويل. لماذا؟ كلمة من في اللغة العربية اسم موصول وهو لفظ عام يحتمل أفرادا كثيرة، صحيح؟ جاءني من أحب، كلمة من هنا معناها الله. رأيت اليوم من ضرب زيدا، كلمة من هنا معناها الله. فإذا قولهم أأمنتم من في السماء بأن معناها الله في السماء، هذا هو تأويل. هم أول من هنا لماذا؟ بمعنى الله، لأن كلمة من في اللغة الأصل أنها وضعت لأكثر من معنى، للعموم. فهمنا هذه الأولى. قوله سبحانه وتعالى أأمنتم من في السماء، في تفيد الظرفية، وهم يقولون هو فوق السماء لأنه على العرش، فأول كلمة فيه هنا بمعنى على، وهذا تأويل ثاني. فنقول من الذي يعمل في التأويل؟ نحن أم أنتم؟ وليست المشكلة بالتأويل. نحن إذا أولنا على قواعد العلم وعلى قواعد اللغة وأصول الفقه، ولكن أنتم تؤولون لا على قواعد، تؤولون على حسب ما تتخيلون. هم يؤولون لكي يوافق النص الإله الذي اخترعوه في أذهانهم. عندهم إله مخترع في أذهانهم، فهم يؤولون النص بما يناسب هذا الإله الموجود في الأذهان. أما نحن نتبع القرآن ونثبت ما قال ربنا سبحانه وتعالى، ولا نبتكر ونصنع إلها في أذهاننا. طيب يا أشاعرة يا أهل السنة والجماعة، ما معنى آمنتم من في السماء؟ نقول من هنا تحتمل معاني كثيرة. ممكن أن تكون آمنتم من في السماء أي الملائكة التي في السماء، والتي جاءت آيات أخرى وبينت بأن الله سبحانه وتعالى أمر مثلا بعض الملائكة بأن يلقي الحجارة والصاعقة على ثمود وعلى عاد عندما أهلكهم. فآمنتم من في السماء أي ملائكة الله التي في السماء، واحد. أيضا أأمنتم من في السماء أي الله سبحانه وتعالى، ما عندنا مشكلة، لكن بمعنى ملك وحكم وسيطرة، بمعنى أأمنتم من في السماء ملكه وحكمه. لماذا؟ قال لأن السماء لا يوجد فيها منازع لله سبحانه وتعالى، أهل السماوات يسلمون ويفوضون أمرهم لله سبحانه وتعالى، أما أهل الأرض منهم من ينازع ويجادل. فالآن آمنتم من في السماء ملكه أن يخسف بكم الأرض، وهذا نفهمه بقول الله سبحانه وتعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. ما معنى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله؟ أي هو المعبود في السماوات وهو المعبود في الأرضين، فهذا معنى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. طيب، وحديث الجارية يا أخي ماذا تفعل به؟ هكذا أشار هو في السماء، واضح يا أخي، هذه دلالة قطعية. أين القطعية في هذا؟ أين القطعية؟ والله لا أدري. أولا هذا الحديث هو من أحاديث الآحاد، رواه مسلم، وهذا الحديث قبل أن يولد مسلم رواه إمامنا الإمام مالك في الموطأ برواية مرسلة ليست مرفوعة، لأنه ما صحت عنده رواية مرفوعة لوجود إشكال فيها وهو الإشارة. رواه إمامنا الإمام مالك في الموطأ برواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها، ما قال لها أين الله، وإنما قال لها أتشهدين أن لا إله إلا الله؟ هكذا هي الرواية الصحيحة لهذا الحديث، أتشهدين أن لا إله إلا الله؟ فأشارت نعم، وما أشارت إلى السماء، أشارت هكذا نعم، فقال أتشهدين أني رسول الله؟ فأشارت نعم. وهذه الروايات من أحب أن يتوسع بها فليرجع إلى كتاب السنن الكبرى للإمام العظيم أبي بكر البيهقي رضي الله تعالى عنه، وسيجد هذه الأقوال. ورواية الإمام مالك في الموطأ، وهو أول كتاب وضع في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. طيب،
يا أخي ذاك حديث صحيح مسلم واتفقت الأمة على تصحيحه ونحن نعمل بصحيح مسلم. طيب صحيح مسلم أو البخاري؟ المسلم أو البخاري؟ والله البخاري مقدم. طيب نحن نستدل بالبخاري، نعود إلى البخاري. قال روى الإمام البخاري في صحيحه عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا كان أحدكم في صلاته فلا يدفلن يبزق قبل القبلة فإن الله أمامه. ونحن نريد أن نثبت صفة الأمام لله سبحانه وتعالى. أنتم تثبتون صفة العلو ونحن نثبت صفة الأمام. طيب كيف تثبتون صفة الأمام؟ أنتم تستدلون بالمسلم، نحن نستدل بالبخاري. نقول صفة الأمام فإن الله أمامه. واستدلالكم عند الأصوليين ضعيف لأنه استدلال بالإشارة، ونحن استدلالنا بالمنطوق فإن الله أمامه، وهذا أقوى. نعم. ماذا يقولون؟ هذا النص صريح يا أخي، ونحن لا نجوز التأويل ولا نريد التعطيل وكذا، نحن قال فإن الله أمام، فنحن نثبت صفة الأمام لله سبحانه وتعالى. ماذا يقول هؤلاء؟ والله لا يجوز هذا، هنا لا بد من التأويل. لا بد من التأويل. هل التأويل بالهوى؟ ما وافق هوانا لا نؤوله وما خالف هوانا نؤوله. ولذلك ألف إمام الغزالي رضي الله تعالى عنه كتاب سماه قانون التأويل. ضعوا لنا قانون لكي نفهم كيف نؤول، ليس التأويل بالهوى. اذهب إلى كتب ابن تيمية رحمه الله، النصوص التي تخالف مذهبه يؤولها. إن الله معنا. ما معنى معنا؟ يعني هو معنا الآن، معنا هكذا. يعني ابن تيمية لا يعجبه هذا. يقول الله في السماء على العرش، يقول هنا مع يجب تأويلها، ومعنى المعية هنا بالمعية بالعلم والمعية بالقدرة تأويله صحيح ونحن نوافق عليه، لكن لماذا أولت هنا ولم تؤول هناك؟ قال والله هناك يعني مذهبي يقتضي عدم التأويل هناك، وهنا يقتضي التأويل. نقول له لا، يجب عليك أن تسير على قانون، يجب عليك أن تمشي على قانون. ولذلك قرر العلماء بأن الصفات الحادثة إذا وصف بها المولى سبحانه وتعالى فلا بد من تأويلها وحملها على ما يوافق مقام الإلهية. ضحك ربنا، إن ربنا يضحك من العبد إذا فعل كذا وكذا. ما معنى الضحك؟ هذا الضحك أن الله سبحانه وتعالى له فم وله أسنان ويفعل هكذا؟ أعوذ بالله. إثبات الضحك يقتضي قال والله يضحك. نقول هذه الصفات إذا أطلقت فيراد منها نهاياتها لا بداياتها. لا بداياتها. ما معنى الضحك؟ قال المراد من الضحك هو الرضا. متى يضحك الإنسان؟ إذا رضي. ضحك ربنا أي رضي ربنا. وهذا الكلام لا يخالف لا الشريعة ولا قانون اللغة. غضب ربنا. ما معنى غضب؟ يعني الإنسان تصوروا أن العبد يقول له يا رب أنا الآن سوف أغضبك، هذا كأس من الخمر، أنا أشرب خمر، اغضب. أعوذ بالله الآن يغضب. غضب أي أنه أراد العقاب لهذا. ولذلك قال العلماء هذه الصفات نأخذ بنهاياتها لا ببداياتها، لأن البدايات تدل على صفات الحدوث، والمولى سبحانه وتعالى منزه عن صفات الحادث بما يلزم عنها. وهذا التعبير الذي أتيت به هو كلام الإمام الرازي في كتابه تأسيس التقديس. هذا الكتاب أيها الأخوة تأسيس التقديس ألفه الإمام الرازي لحل هذه الإشكالات، وتحدث فيه باستفاضة عن قضايا التأويل وما هي الدلائل العقلية القطعية ولماذا نصل بالتأويل. وبعد ذلك ساق النصوص التي يستدل بها المشبهة، ساق نصوصهم كلها وزاد عليها نصوص أخرى أيضا. قال أنا أعلم بالحديث منكم، أنا أحفظ أحاديث متشابهة أكثر منكم، زاد عليها أيضا. يعني هو يعلمهم الأحاديث التي تدل على التشابه أيضا. وبعد ذلك بين كلام العلماء فيها. وهذا الكتاب في الحقيقة أغضب ابن تيمية، ولذلك بعد وفاة الإمام الرازي ب100 سنة جاء ابن تيمية ورد على هذا الكتاب بكتاب سماه تلبيس الجهمية في الرد على التأسيس لبدعهم الكلامية، في 10 مجلدات، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وجاء بكلام
لا يدل على علمه أبدا. ولكن هنا أريد أن أنبهكم إلى مسألة. هذا الكتاب يا أيها الإخوة ألفه الإمام الرازي للرد على الكرامية، ألفه للرد على الكرامية المشبهة. أقول غضب ابن تيمية يدل على أنه كرامي، لأنه دل أنه يريد أن يدافع عن أجداده المشبهة في هذه القضية. طيب. الآن الله في السماء، أتعرض فقط بمثال آخر وبعد ذلك أنهي المحاضرة وأستمع إلى أسئلتكم إن شاء الله سبحانه وتعالى. الله في السماء، يا أخي عندنا نصوص كثيرة على إثبات صفة العلو، كثير. الرحمن على العرش استوى، على تدل على العلو، وهو الذي في السماء، وهذا كله تدل على صفة العلو. نقول لهم لو عدنا إلى كتاب الله سبحانه وتعالى لوجدنا بأن الجهات الستة في كتاب ربنا سبحانه وتعالى استعملت على المجازية بقولكم أنتم لا بقولنا، نحن نحاججكم بقولكم أنتم. أولا، ماذا تفعلون بقول الله سبحانه وتعالى في قول الرسول الذي جاء في سورة الدخان: وألا تعلوا على الله، وألا تعلوا على الله. هو الرسول أمرهم في هذه الآية ألا يعلوا على الله. لو أنهم كانوا لا يعلون على الله، هل يأمرهم بعدم العلو عن الله؟ لا. فإذا هم كانوا يعلون عن الله سبحانه وتعالى، ولذلك أمرهم وقال: وألا تعلوا على الله. طيب ماذا تفعلون أنتم بهذه الآية يا من يقول بالعلو وألا تعلوا على الله؟ أي أن المشركين والكفار كانوا يقفزون فوق الله سبحانه وتعالى. أعوذ بالله. وألا تعلوا على الله أي لا تتكبرون وتتجبرون على أمره ومخالفة أوامره سبحانه وتعالى. فإذا العلو هنا مؤول ومجاز عندنا وعندكم باتفاق، وهو مختص في حق الله سبحانه وتعالى: وألا تعلوا على الله. ولو عدتم إلى صفة اليمين، وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال. ما معنى أصحاب اليمين؟ أي الذين يقفون على اليمين؟ لا، كلمة اليمين هنا من اليمن بمعنى أنهم أصحاب الجنة، فهي مؤولة. اليمين هنا مؤول بالجنة، وأصحاب الشمال هنا مؤول بالنار. فلماذا لا تقول أصحاب اليمين يعني الذين يذهبون إلى اليمين، وأصحاب الشمال الذين يذهبون إلى؟ لماذا أولتم اليمين والشمال في هذه الآيات؟ وقولوا مثل هذا في التحت، وقولوا مثل هذا في الأمام، وقولوا مثل هذا في الخلف. نعم. قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا، الوراء هنا ما معنى قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا؟ أي يعني الكفار يوم القيامة يرجعون إلى ورائهم ويذهبون إلى الدنيا؟ لا، قيل ارجعوا وراءكم أي إن كنتم تستطيعون الرجوع إلى الدنيا فارجعوا. وليس المراد هنا، وليس المراد بالوراء هنا الجهة، أي العودة إلى الدنيا. وأنا كتبت بحثا بينت فيه أن استعمال الجهات الست في القرآن الكريم أكثره مجاز، أكثره مجاز. وأضرب لكم مثلا كلمة فوق التي يستدلون بها إثبات الفوقية لله سبحانه وتعالى. قال المولى سبحانه وتعالى: فإن كانتا فوق اثنتين، فإن كانتا فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. يعني فإن كانتا فوق اثنتين، يعني هناك بنتان تجلسان وهناك امرأة تجلس فوقهما، فإن كانتا فوق اثنتين. ما معنى الفوقية هنا؟ الفوقية أي أكثر من اثنتين، فالفوق هنا مؤول عندنا وعندكم. هذه هي الفوقية، فإن كانت فوق اثنتين. ولو أنكم عدتم يا أيها الإخوة لكتاب الله سبحانه وتعالى ستجدون الكثير من هذه المسائل، ولكننا نسمع الشبهة ولا نريد أن نبحث عنها. نريد أن والله قالوا علو كذا، يا أخي ارجع وابحث حتى تعلم بأن مذهب أهل السنة والجماعة هو مذهب أهل الحق، وهو الذي الحمد لله المؤيد بالحجج والبراهين القطعية. ولكن يجب علينا أن نبحث، أن نتأمل. قال لا، هناك أيضا دليل قطعي عند الله في السماء. ما هو؟ قال قصة المعراج. النبي صلى الله عليه وسلم صعد من السماء الأولى إلى السماء الثانية إلى الثالثة والتقى، وبعد ذلك قال له جبريل: أنت تخترق وأنا أحترق. هنا مكان، فدخل ورأى ربه. فهناك بعد أن انتهت السماوات دخل الله النبي صلى الله عليه وسلم على الله ووصل إلى الله، وهناك والعياذ بالله سلم على الله. وهذه قصة ثبتت بالأحاديث المتواترة وكذا وكذا. نعم.
والله الكلام هذا عجيب. يعني هو الآن ذهب إلى الله سبحانه وتعالى، ذهب إلى الله. نقول أولا قال العلماء المولى سبحانه وتعالى جعل هذا المكان فوق 7 سماوات، جعل هذا المكان مقاما لرؤيته سبحانه وتعالى، لا بمعنى أنه سبحانه وتعالى في هذا المكان. والدليل من القرآن، حتى لا نخوض في الدلائل العقلية، الكلام الآن في الكلام العقلي طويل. سيدنا إبراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام لما خالفه قومه قال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. إني ذاهب إلى ربي سيهدين. طيب إلى أين ذهب سيدنا إبراهيم؟ ذهب إلى فلسطين. فهل الله سبحانه وتعالى هناك في فلسطين؟ هكذا إني ذاهب إلى ربي سيهدين، ذهب إلى ربه أين؟ لكنه ذهب إلى فلسطين. فهل كان الله سبحانه وتعالى في فلسطين؟ لا. قال العلماء إني ذاهب إلى ربي أي إلى المكان الذي ليس فيه حكم إلا لله سبحانه وتعالى. وهكذا يجب علينا أن نفهم النصوص. ولو أننا كان فضيلة الدكتور سعيد رمضان البوطي رحمة الله تعالى عليه يقول الاشتغال بحل هذه الجزئيات لا نهاية له، ويجب علينا أن نشتغل بالأصول، فإذا أتقنا الأصول صارت هذه الجزئيات كلها محلولة إن شاء الله سبحانه وتعالى. وكان يضرب على هذا مثال، يقول لو أنك بجوار مستنقع، ما أدري كيف تفهم هذه الكلمة، مستنقع، هذا المستنقع فيه الكثير من البعوض، وأنت الآن تشتغل بقتل البعوض، لن تنتهي. مهما قتلت البعوض لن تنتهي. وكذلك شبه الوهابية مهما أطلقوها كلما حللت على شبه لن تنتهي. يجب عليك أن تذهب إلى هذا المستنقع وأن تغلقه، فإذا أغلقته فقد قضيت على كل البعوض الموجود في هذا المكان. فيجب علينا يا أيها الإخوة أن نحكم الأصول. إحكام الأصول هو الذي يعيننا على فهم هذه القضايا. هذه المسألة. الآن أنا أريد أن أتحدث عن قضية هامة جدا أرجو أن تنتبهوا إليها. التأويل والتفويض كمذهب، هل هو مذهب سلفي أو خلفي؟ انتبهوا إليه أيها الإخوة. نقول التأويل والتفويض كلاهما مذهبان سلفيان وخلفيان معا، بمعنى أن السلف رضي الله تعالى عنهم ورد عنهم بعض التأويلات كما ورد عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه في تأويل المعية بأنه معنا سبحانه وتعالى بعلمه وقدرته، وأيضا هو مذهب خلفي لأن كثيرا من العلماء في الخلف اشتغلوا بالتأويل. ولكن الحاجة للتأويل عند الخلف أكثر من الحاجة للتأويل عند السلف. لماذا؟ لأن السلف تكلمهم باللغة العربية وهم يفهمون اللغة العربية، ولذلك ما جاء أحد من الصحابة وقال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ كيف يكون هذا الاستواء؟ لماذا؟ لأن العربي يفهم هذا الكلام ويفهم أنه مجاز. ولكن لما ضعفت اللغة العربية، والآن اللغة العربية عند العرب مثلها عند العجم، لا حتى العرب لا يفهمون اللغة العربية، ضاعت اللغة العربية حتى عند العرب. الآن حاجتنا للتأويل، لماذا؟ لأننا لم نعد نفهم حقائق اللغة العربية، فلذلك كثر التأويل عند الخلف وقل عند السلف، والتفويض كثر عند السلف وقل عند الخلف، وإلا فهما مذهبان سلفيان خلفيان. هذه المسألة. مسألة ثانية، ما معنى التفويض؟ كثير من الناس كنت أناقشه قال أنت الآن عندما تقول الله أعلم بمراد ذلك وجاء ربك، ما معنى وجاء ربك؟ إذا قلت الله أعلم بمراد ذلك فأنت الآن تقول بقول الوهابية والمجسمة. أقول لا، الذي يقول بأن هذا كهذا إما أنه جهل قول أهل السنة وإما أنه جهل قول المجسمة. هذا الكلام غير صحيح. لماذا؟ نقول اتفق السلف والخلف أن النصوص التي ظاهرها التشبيه اتفقوا على تأويل عدم التشبيه، وهذا يقال له التأويل الإجمالي، بمعنى تنزيه الله سبحانه وتعالى عن النقائص. يعني الصحابة والتابعون الذين كانوا لا يشتغلون بالتأويل كانوا متفقين على أن ظاهر هذه الآية غير مراد، أي أن الله سبحانه وتعالى يستحيل في حقه المجيء بمعنى الانتقال من مكان إلى مكان آخر. ولكن اختلفوا، هل نثبت معنى آخر فوق هذا المعنى
أما السلف فقالوا لا، نحن نمسك ونفوض علم هذا لله سبحانه وتعالى. وأما الخلف فقالوا اللغة تساعدنا على التأويل، اليد في اللغة العربية تأتي بمعنى القدرة فنقول بمعنى القدرة، وهكذا، وأولوا كثيرا من النصوص. فإذا التفويض لا يعني إقرار الظاهر، وإنما التفويض معناه تأويل إجمالي للمعنى المتبادر للذهن، وبعد ذلك عدم إثبات معنى جديد. هذا هو التفويض. والتفويض هو المذهب الأحكم والأسلم، ليس فقط الأسلام، هو الأسلم والأحكم لمن يصح له التفويض، والتأويل هو المذهب الأسلم والأحكم لمن يصح له التأويل. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يشرح صدورنا وأن يوسع عقولنا حتى نفهم عن ربنا سبحانه وتعالى. اللهم إنا نسألك الفهم عنك، وأن تكسونا من نورك، وأن تجعلنا من عبادك الصالحين. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلوات ربي وسلامته على نبينا وعلى آله وصحبه أجمعين. الله